السلام عليكم الطلبة والطالبات. المهم هاد المسألة هادية عندنا فيها يعني الراد، يعني تجمعنا فيها الراد والوصية وكيفاش نقسمو الفلوس في الجدول. إذا نبداو من الأول. عندنا المسألة فيها أخ لأم وجدة وزوج وموصله بالثلث. إذا أخ لأم ما كاينش اللي يحجبو في المسألة، دا السدس ديالو ومنفرد. الجدة عندها السدس لأن ما كاينش اللي حجبها، يعني ما كاينش الأم. الزوج عنده النصف لأن المسألة ما فيهاش الفرع الوارث. مزيان، إذا إلا قارنا المقامات غنلقاو السدس مع السدس كاين تماثل، والسدس مع النصف كاين تداخل. كنديو المقام اللي كبير اللي هو 6 كنعملوه أصل المسألة. صافي. الأخ لأم كنعطيوه السدس د 6 اللي هي واحد. أي عدد بغيتي تخرج مثلا السدس كتقسم على 6، بغيتي تخرج الثمن كتقسم على 8. دابا حنا خرجنا السدس قسمنا على 6، يعني 6 على 6 عطاتنا واحد، و6 على 6 عطاتنا واحد كذلك. الزوج عاود كيدي النصف أصل المسألة اللي هي 6، يعني الثلث. إلا شنو كنلاحظو هنايا، إلا حسبنا واحد وواحد وثلاثة كنلقاو خمسة. إذا أقل من أصل المسألة. وشنو قلنا حنا ملي كنلقاو أقل من أصل المسألة كيكون الرد، وإلا لقينا كتار من أصل المسألة كيكون العول، وإلا لقينا الحساب هو هذا كيكون المسألة ما فيها لا عول لا رد. إذا واحد جوج وثلاثة هي خمسة، إذا هنا أقل من أصل المسألة، إذا المسألة فيها الرد. شنو كنعملو؟ ساهلة، ما عندكم ما يدفاش الدخو. كتزيد خانة جديدة هنايا، هاد الأرقام كتعاودهم كيف ما هما، وهنا كتكتب العدد ديالهم، يعني 3 4 5 كتكتب 5 هنايا. صافي ساهلة. كنشوفو هاد المصالحة بالثلث كنخليوها للاخر، كنجيو كنعملو خانة ديالو هنايا. عندنا الثلث ياك، يعني 3 كنقيوها فوق، واحد كنقيوها هنا، هاد جوج كنعملوها هنايا في الوسط. علاش هاد جوج هنايا؟ لأن هاد جوج وواحد كتساوي 3. ديما الأعداد اللي كيكونوا هنا كيساوي أصل المسألة. إذا 3 عملنا هنا وواحد هنا. 3 ملي عملنا واحد تحت شحال شاطنا؟ جوج عملناها في الوسط. دابا كنقارنو هاد جوج مع هاد الأصل هذا أصل جديد. دابا عندنا ما بقاش كنقارنو بهاد 6، دابا كنقارنو بهاد 5. إذا عندنا جوج وستة كنقارنو مع بعضهم بالتباين والتوافق. كنلقاو هنا تباين. علاش؟ لأن هنا جوج وخمسة، إلا قسمنا جوج على جوج عطينا واحد، خمسة ميمكنش نقسموها على جوج، يعني خصنا نقسمو على نفس العدد. إذا هنا تباين. شنو كنعملو في التباين؟ كنديو العدد كيف ما هو، يعني في التوافق كنقسمو كنديو الوفق، وفي التباين كنديو العدد كما هو. إذا هاد جوج جبناه هنا وعملنا قدامها علامة الضرب، هاد خمسة جبناه هنا وعملنا قدامها علامة الضرب. دابا كيبقى لنا غير نحسبو. صافي. إذا هذا وهذا خرجنا منهم، يعني آه الوفق ديالهم، يعني دينا هاد الاعداد هذا. اذا ما نبقاوش نحسبوا عليهم، غنحسبوا الاعداد اللي باقيين هاد الاعداد هذا وهاد ثلاثة وهاد واحد. اذا هاد الخانه هذه غنضربوا في العدد اللي فوق منا، وهاد الخانه هذه غنضربوا في العدد اللي فوق منا. داكشي عندنا هنا علامه الضرب وهنا علامه الضرب. اذا هاد الاعداد كاملين غنضربها في جوج. واحد في جوج جوج، واحد في جوج جوج، ثلاثة في جوج ستة. هنا واحد كتضربو في خمسة خمسة، ثلاثة في خمسة 15. صافي. دابا مشينا لمرحلة د الفلوس. شحال عندنا هنايا؟ عندنا 15000 درهم. 15000 درهم كتقسمها على الخانة اللاخرية. ديما في الجدول كنقسمو على الخانة اللاخرية. هذه هي الخانة اللاخرية اللي عندنا هنايا. لو ما كانتش هذه عندكو هذه، الا ما كانتش هذه عندكو هذه. بعض المرات هاكو غير واحد خانة عندنا هي اللي كنقسمو عليها. اذا هنا دابا عندنا الخانة الاخرية هي هذه 15. اذا 15000 درهم قسمنا على 15 عطاتنا 1000 درهم. صافي. اذا 1000 درهم هذه بها نخدمو. اللي عنده شي عدد شي سهم كتضرب له في ديك العدد. هنا عندنا جوج. اذا جوج في 1000 درهم شحال؟ 2000 درهم. جوج في 1000 درهم 2000 درهم. 6 في 2000 في 1000 درهم 6000 درهم. 5 في 1000 درهم هي 5000 درهم. هذه هي المسألة ديالنا الإخوان. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا، وباقي نكملوا الشرح ديالنا في مسألة أخرى إن شاء الله.